السلام عليكم. في تاني حلقة من كورس أساسيات البرمجة عن طريق لغة السي بلس بلس. الحلقة اللي فاتت عملنا انستليشن للكومبايلر اللي احنا هنشتغل عليه، وزي ما قلت لك انت ممكن تشتغل على أي كومبايلر انت عايزه، احنا هنشتغل على فيجوال ستوديو. طيب تعالى بكل بساطة أقول لك ايه اللي انت شايفه قدامك ده. بص، الموضوع في منتهى البساطة، بس عايزك تركز معايا شوية. أولا، أي حاجة انت شايفها في قبليها شرطتين دي بنسميها كومنت، واحنا عندنا في سي بلس بلس طريقتين ممكن نعمل بيهم كومنتس. طيب في الاول، يعني ايه اصلا كومنت؟ كومنت هو حاجه الكمبيوتر او الكومبايلر لما يجي يقراها هيبقى عارف ان هي مش كود. يعني ايه؟ الكومبايلر لما بيجي يقرا الكود بتاعك او يجي يقرا الفايل بتاعك هو بيمشي سطر سطر من اول سطر لحد اخر سطر. طيب هو لما يجي يشوف اي حاجه قدامها شرطتين، اللي هو دي الحاجه اللي بنعمل بيها الكومنت، الشرطتين دول او الدبل سلاش، هو بيبقى فاهم ان الحاجه اللي مكتوبه في السطر ده هي مش كود، فانا اصلا مش هبص لها، انا هسيبها ايا يكن اللي مكتوب ايه. ممكن تكتب اي حاجه حتى لو بالعربي، مفيش اي مشكله. طب حلو قوي. طب زي ما قلنا ان في طريقتين نعمل بيهم كومنتس، اول طريقه اللي انت شايفها قدامك دي، وتاني طريقه ان انت لو عايز تعمل مجموعه او بلوك من اللاينز يبقى كومنت. يعني ايه؟ يعني هنفترض دلوقتي ان انا عندي شويه كلام زي كده، اكتر من سطر مع بعض. طيب انا عايز اعملهم كلهم كومنت مع بعض. بدل ما اجي قبل كل سطر واروح عامل الدبل سلاش بتاعتي، انا ممكن في الاول خالص اعمل سلاش وبعد كده ستار، وفي الاخر خالص برضو، وفي الاخر خالص اجي في اخر اللاين واروح عامل ستار تاني بعد كده سلاش. طيب اصبح ان اي حاجه ما بين الستار والسلاش دول هي بقت كومنت. اي عدد من اللاينز انا هكتبه كل ده كومنت، بدل ما كل مره احتاج ان انا اكتب دبل سلاش. طيب حلو قوي، سواء كده او كده فدي كومنت ملهاش لازمه، فهنحتاج ان احنا نمسحها. حلو جدا. طيب تعالى كده نعمل زوم ونشوف ايه الكود اللي عندنا. طيب بعد لما مسحنا الكومنتس، اول سطر عندنا وهو بيقول لك شباك انكلود ما بين قوسين اي او ستريم. طيب تعالى نفسرها واحده واحده. اولا، علامه الشباك احنا بنسميها في البرمجه هي هاش، بنقول عليها هاش. طيب بعد كده كلمه include هي بمعناها بالانجليزي خالص، هاش انكلود، اعمل لي انكلود لحاجه معينه او استدعي لي حاجه معينه. طيب علامه الاكبر من والاصغر من دي بنستخدمها لما نيجي نستدعي حاجه اسمها لايبرري. ايه ده؟ لايبرري مكتبه؟ اه بالظبط، هي فعلا مكتبه. هو انا ما قلتلكش احنا في لغات البرمجه عندنا حاجه اسمها مكاتب؟ المكاتب دي بتكون كود حد عامله قبل كده، سواء هو ديفلوبر عادي او هو من الناس اللي عملوا اللغه اصلا، عاملينها عشان تسهل عليك شويه. طيب حلو قوي. هنا احنا بنستدعي مكتبه اسمها اي او ستريم. طيب اي او هيخسر لي كلمه انبوت واوتبوت. حلو قوي، انبوت واوتبوت يعني دي اللايبرري او دي المكتبه اللي خاصه بان انا اخد حاجه من اليوزر او اطلع حاجه لليوزر. يعني ان انا يا اما اخد انبوت او اديله اوتبوت، اللي هي بمعنى تاني يعني المدخلات والمخرجات بتاعتي. حلو جدا. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها end main. ايه هي الاند مين؟ بص، عايزك دلوقتي تعرف ان احنا عندنا حاجه اسمها functions. مش عايزك تعرف هي ايه دلوقتي، بس كل اللي عايزك تعرفه هو الاسم. قدام هنفهم بالتفصيل يعني ايه functions. بس احنا حاليا عندنا function اسمها المين، والفانكشن اللي اسمها مين دي اساسيه في معظم لغات البرمجه وبالذات في السي بلس بلس. دي الفانكشن اللي منها الكود بيبتدي، دي الفانكشن اللي الكومبايلر بيروح يدور عليها علشان يبتدي يران الكود بتاعك او يبتدي يشغل الكود بتاعك. حلو جدا. طيب جوه المين فانكشن بتاعتنا دي هنلاقي عندنا السطر اسمه std، وبعد كده النقطتين اللي تحت بعض دول بنسميهم السكوب ريزوليوشن، بعد كده كلمة سي اوت، وبعد كده علامتين تاني اكبر من، وبعد كده كلمة مكتوبة اسمها هلو وورلد. طيب تعال نفسر السطر ده بالتفصيل. طيب اولا كلمة std، بص، ايه رأيك ان احنا نعتبر ان الاي او هي المكتبة، ده زي ما اتفقنا فوق، والاس تي دي هو كتاب جوه المكتبة، والاس دي ده اختصار لكلمة ستاندرد. حلو قوي، فانا كده رحت للمكتبة اللي اسمها اي او ستريم، جبت من جوه كتاب اسمه ستاندرد.
طيب السكوب ريزوليوشن علشان يقول لي ان انا هستخدم حاجه معينه جوه الكتاب ده، فعلشان كده بنستخدم السكوب ريزوليوشن. طيب السي اوت دي الحاجه اللي انا هستخدمها جوه الكتاب. يعني انا دلوقتي جبت مكتبه عندي اسمها اي او ستريم، بعد كده جبت كتاب معين، قلت الكتاب ده اسمه ستاندرد او اسمه اس تي دي. طب جوه الكتاب ده انا عايز صفحه معينه اللي هي السي اوت. حلو قوي. طيب سي اوت ايه رايك ان احنا نقولها كمبيوتر اوت؟ تبقى سي اختصار لكلمه كمبيوتر، واوت هي كلمه اوت عادي خالص. طب بقى بمعناها كده هي دي الحاجه اللي بتعرض لي لليوزر، بس هي في الاساس هي ما اسمهاش كمبيوتر اوت، هي اسمها كونسول اوت، واحنا اتفقنا ان الكونسول هي الشاشه السوداء بتاعتنا. طيب بعد كده علامتين الاكبر من، علامتين الاكبر من احنا بنسميها الانسريشن اوبريتور. كل اختصار هي بتعمل ايه؟ هي بتقول لك خد الحاجه اللي هنا ماشي حطها في السي اوت دي، يعني خد الحاجه اللي هنا دخلها جوه الصفحه اللي اسمها سي اوت. حلو جدا. طيب انا هنا في حالتي انا بطبع حاجه اسمها string، بغض النظر عن السترنج دلوقتي وهنعرفه الحلقه اللي جايه، بس اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي ان اي حاجه جوه الدبل كوتيشنز، وهي دي الدبل كوتيشنز بتاعتنا، اي حاجه جواها احنا بنعتبرها سترينج، اي حاجه جوه الدبل كوتيشن. حلو قوي. طب انا همسح السلاش ان عشان مش عايزك تعرفها دلوقتي، مش عايزك تتلخبط دلوقتي. طيب كده احنا عرفنا كل سطر في الكود بتاعنا. طب ايه رايك نعمل رن ونشوف؟ عندك طريقتين تعمل بيهم رن، كنترول واف 5 من الكيبورد، ده هيعمل لك رن، هتقول له بس ان انت عايز تعمل بيلد يس، ده هيعمل لك رن وهتتعرض لك الشاشه السوداء اللي احنا قلنا ان اسمها كونسول، مفيش اي مشكله. او عندك طريقه تانية، دي الكونسول اهو طبع لنا فعلا كلمه هلو وورلد، جميل جدا. عندك الحاله التانية ان انت تيجي تعمل رن من الزرار ده، وده برضو هيرن اكنك بالظبط دوست كنترول واف 5 بنفس الطريقه. حلو قوي. طيب تعالى كده نغير هلو دي وورلد ونكتب مثلا هلو in lecture number 1. نسينا حرف الان بس، ونعمل رن، هيطبع اي حاجه مكتوبه ما بين الدبل كوتيشنز بتاعتنا. طبع لك قال لك هلو ان ليكتشر نمبر 1. طيب تخيل معايا ان انا عايز اطبع اكتر من سطر، هعمل ايه؟ هل مفيش طريقه احسن اطبع بيها؟ في طريقه هتوفر عليك كتابه حاجه مهمه قوي. ايه رايك بدل ما كل مره نيجي نطبع حاجه، او بدل ما كل مره نيجي نستخدم السي اوت نقول له ان احنا عايزين نستخدم الصفحه دي، ايه رايك نيجي فوق خالص اقول له ان انا دايما هستخدم حاجه من الصفحه دي فخليها دايما موجوده في الكود بتاعي. فهنيجي هنا ونقول له using name space std، هي بالظبط طبعا سيمي كولن، هي بالظبط الاس دي اللي هنا، بس انا جيت قلت له فوق ان انا دايما هستخدم الصفحه اللي اسمها اس تي دي، فما بقتش محتاج ان انا في كل مره اجي اكتب سي اوت ان انا اكتب اس تي دي، انا بقى ممكن ان انا اكتب السي اوت من غير اس تي دي. بس طبعا لو جيت عملت مثلا كومنت لللاين ده، فالكود دلوقتي مش شايف اللاين ده، هتلاقي ان هو جاب لي في الايرور قال لك انا ما اعرفش ايه السي اوت دي. لازم فوق لو انت مش هتستخدم الاست دي قبل كل سي اوت، فانت لازم فوق تقول له using namespace std. طيب تعالى كده مثلا نكتب هنا 1، هنا دي هتبقى، هنا هتبقى 2، هنا هتبقى 3، هنا هتبقى 4. وتعالى نعمل رن ونشوف الكود بتاعنا هيشتغل ولا لا. طبعا الكود اشتغل من غير اي ايرورز. لحد هنا كده خلصنا الحلقه الثانيه. اتمنى ان مفيش اي حاجه وقفت قدامك، ولو في اي حاجه وقفت قدامك اوعى تتردد لحظه انك تكتب لي في الكومنتس، وانا اكيد هرد عليك وهستناك في الحلقه اللي جايه.